يلا بينا نستعد بقى لأفضل أيام السنة لشهر رمضان المبارك. الفيديو طبعا منتظر. لازم بقى نبتدي نعمل استعدادات قوية علشان نستعد ونجهز بيتنا ونجهز روحنا ونجهز ولادنا ونجهز كل حاجة لاستقبال أعظم شهر في السنة كلها، شهر رمضان المبارك. واول حاجه لازم ان احنا نستعد طبعا روحيا كويس جدا. واللي ما بدأش بقى معانا من شهر يناير يبدأ بقى، لسه الفرصة قدامك. ابدأي بقى، لو ما كنتش بتصلي حاولي انك انتي تبدأي صلاة، لو مش بتقري قرآن حاولي يكون ليكي ورد مخصص. وفي فيديو انا كنت عاملاه باسم او بعنوان تحدي ال90 يوم، هسيبهولك في صندوق الوصف، ارجعي له علشان تستعدي روحيا كويس شهر رمضان. دلوقتي هنتكلم بقى بالتفصيل ازاي نستعد ماديا لشهر رمضان. عايزين بقى نجيب دفتر او ورقة او قلم، ونجيب بقى حاجة دافية نشربها، ونركز بقى علشان هنبدأ نعمل استعدادات قوية جدا، بس هتكون لها علاقة بالبيت وبالتفريزات والحاجات دي كلها. طيب انا هسأل نفسي سؤال الاول، انا ليه بستعد ماديا لشهر رمضان؟ يعني روحيا طبعا ده لازم نستعد. طب انا بستعد ماديا ليه؟ علشان في شهر رمضان ما يبقاش ورايا مهام كتير، ابقى الشهر بس عبارة عن عبادات، طاعات، عادات بعملها. فضروري جدا ان انا بجهز الحاجات دي من قبلها عشان يبقى عندي وقت للعباده اكتر في شهر رمضان. والاستعداد المادي انا بقسمه عندي ل3 اقسام. اول قسم هو تنظيف البيت، تنظيف محترم علشان طول الشهر بقى اكون بنظف كده ترويق على المشي، والتفريزات وتجهيزات الوجبات، واخر حاجه المشتريات بتاعتي. طيب التنظيف بتاعي انا بعمل فيه ايه؟ اول حاجه بنصحها لك ان انت لازم تتخلصي من الكراكيب. اي تنظيف موسمي بنعمله بنستغله ان احنا بنعمل تخلص تام من اي كراكيب في البيت، في الدواليب، في الادراج. كل الحاجات دي انا ببتدي اعملها، بتبقى فرصة كويسة جدا لما باجي اعمل تنظيفات عميقة زي التنظيفات اللي هي قبل رمضان او قبل الشتاء او قبل الصيف. هنا انا بقسم التنظيف على 3 اسابيع، وهقول لكم ليه في اخر الفيديو انا ما قسمتوش على 4 اسابيع. الاسبوع الاول انا ممكن باخد فيه الغرف، اللي كل غرفة بخصص لها يومين او 3. والاسبوع التاني بعمله للريسبشن والحمام. والاسبوع الرابع بخصصه للمطبخ، بصراحة لان المطبخ انا بحب اخصص له اسبوع كامل. بقسم الغرفة على مدار الاسبوع علشان ما اتعبش وعشان ما اهلكش نفسي. فمثلا لو انا هروق مثلا اوضه النوم فممكن اخصص لها يومين او 3، بحيث ان انا عايزه اعمل اوضتين في الاسبوع الواحد، فبخصص لكل غرفه يومين او 3. يوم مثلا بعمل الادراج والدواليب، ويوم تاني مثلا بنظف التنظيفات العميقه بتاعه الاوضه نفسها بقى، تحت السرير بزعف، بظبط لو في حاجه في الحيطه عايزه تتعمل، وهكذا. نفس حكايه غرفه الاطفال، بعمل بردك يوم للالعاب والدواليب والادراج، ولو طبعا الحاجات بتاعه الترم الاول بفرزها، الحاجات دي كلها. طيب المطبخ بالنسبه لي انا بخصص يوم الاجهزه، يوم لدواليب المطبخ الداخليه من جوه، يوم للسيراميك نفسه، وتنظيف مثلا مسح الارض، او لو هظبط حاجات. فانت بقى بتقسمي على حسب بيتك وعلى حسب مساحته وعلى حسب المحتويات بتاعتك. ولكن مهم جدا ان احنا نتخلص من اي كراكيب واحنا بننظف تنظيفات العميقه. القسم الثاني هو قسم التفريزات. يا اما تخصصي اسبوع او 5 ايام او 6 ايام ورا بعض للتفريزات، يا اما تخصصي يوم او يومين في الاسبوع تعملي فيهم التفريزات بتاعتك علشان ما ترهقيش نفسك. انا طبعا بفضل ان انا اعمل يومين في الاسبوع تفريزات افضل من ان انا اعمل اسبوع كامل ورا بعضي عشان ما ارهقش نفسي. هتحتاجي يوم مثلا لتفريز الخضار، لو انت من محبين التفريزات فاكيد انت مفرزه اصلا حاجات من الصيف زي المانجا والحاجات دي رمضان. وفي الشتاء طبعا في شهر 12 وفي شهر 1 كان الخضار كله موجود بشكل كويس، فاكيد انتي مفرزه شويه حاجات. لو انتي مش مفرزه اعملي الاساسيات بس، زي الطماطم، الثوم، البصل، الحاجات دي. طيب ونخصص يوم كمان للفاكهه اللي هي موجوده دلوقتي حاليا، اللي هي زي الفراوله، البرتقال، الحاجات اللي هي الفواكه الشتويه، علشان تعمليها زي عصاير في شهر رمضان، بتنفع جدا وبتكون صحيه اكتر. وهتخصصي طبعا يوم للحوم ويوم للفراخ. انت بتجيبي طبعا اللحوم، ممكن تعملي كفته، تعملي برجر، تعملي حاجات تعصجي لحمه، الحاجات دي كلها بتفرق معاكي جدا ما بتشيليها جاهزه. ونفس حكايه الفراخ طبعا بتغسليها وبتتبليها، لو هتعملي شيش طاووق، هتعملي فاهيتا، هتتبلي بانيه، هتتبلي فراخ وتشيليها متبله، وهكذا. الحاجات دي كلها بتوفر عليكي وقت كتير في رمضان. طيب كمان ضروري نجهز حاجات ليها علاقه بالسحور، زي ان انت مثلا تدمسي فول، تعملي زبادي. الحاجات دي كلها لما بتعمليها في البيت بتكون انضف وبتكون اوفر وبتكون افضل بكتير من انت تجيبيها من بره. فالتجهيزات دي كلها اللي انت بتعمليها بتفرق معاكي جدا وبتوفر معاكي وقت كبير جدا في رمضان.
تمام. طيب كده انا جهزت بيتي ونضفته واتخلصت من الكراكيب وظبطت الوجبات بتاعتي. اذا انا بيتي بقى جاهز لاستقبال شهر رمضان، فمش هيكون عليا ضغط كبير. لو انا بقى عندي عزومه في شهر رمضان هيبقى عندي وقت كبير ان انا اقدر اتعبد لربنا. كل الحاجات دي بتفرق معاكي جدا في شهر رمضان. طيب الاسبوع الاخير انا هعمل فيه ايه؟ الاسبوع الاخير ده انا هعمل فيه حاجتين مهمين. اول حاجه انا هعمل المشتريات بتاعتي، سواء المشتريات دي ليها علاقه باكل بخزين او ليها علاقه بتجديدات في البيت، او هشتري حاجات جديده كده لرمضان او زينه رمضان. كل الحاجات دي انا بخصصها للاسبوع الاخير. طيب تاني حاجه انا هعملها ايه؟ هي ان انا ازين بقى بيتي وافرح ولادي، وابتدي بقى ان انا اعمل تزيين كده حلو لشهر رمضان في كل غرفه او في الريسبشن او في المكان اللي انا بنكون قاعدين فيه او بنكون متواجدين فيه. حاجات بسيطه جدا يا جماعه، مش لازم يعني ان انا افور او اجيب حاجات غاليه قوي. تمام. لازم اقعد واتكلم مع ولادي، اخليهم يستعدوا معايا شهر رمضان واخليهم يحضروا معايا، ولو يقدروا يساعدوكي في التنظيفات والحاجات دي كلها يعملوها، وتبقي انت مشغله لهم كده اغاني رمضان وتفرحيهم، وان هم يزينوا معاكي البيت ويزينوا اوضتهم هم بطريقتهم. كل الحاجات دي مهمه جدا. لو هم مش بيصلوا لسه صغيرين عوديهم على الصلاه، فهميهم عن شهر رمضان والصيام والحاجات دي كلها. ومش عايزين ننسى طبعا الصدقه ومساعده الغير. لو تقدري تعملي شنط لرمضان تقدري، يعني على حسب ظروفك الماديه على قد استطاعتك، مش ما تجيش على نفسك، على قد ما تقدري تعملي اطعام، تعملي صدقه. الحاجات دي كلها مهمه جدا قبل رمضان وفي شهر رمضان طبعا. تمام. طيب نصيحة أخيرة، حاولي توفري، بلاش ان احنا نشتري مشتريات فوق طاقتنا، بلاش نشتري حاجات كتيرة عن استطاعتنا. شهر رمضان شهر الصيام، عارفة ان بيكون فيه عزومات وحاجات من كده. حاولي تعملي الميزانية بتاعتك العادية اللي انت بتعمليها، زودي عليها بس حاجات بسيطة عشان لو في عزومة او اي حاجة. ويا رب بقى الفيديو يكون فادك وعجبك، وما تنسيش طبعا ادومها وانقل. ولو عجبك الفيديو يا ريت تعملي لي سبسكرايب وتشتركي في القناة وتعملي لايك وكومنت عشان بيشجعني. يلا باي.